لو كنت من جيل التمانينات أو التسعينات أكيد كان عندك على الرف كام قصة من المكتبة الخضراء. عقلة الإصبع، الكرة الذهبية، سندريلا، الأميرة النائمة، البجعات المتوحشات، نهر الذهب، وغيرهم من القصص الجميلة. النهاردة بقى هنرجع سوا بالزمن للأربعينات، لما دار المعارف وهي واحدة من أقدم دور النشر في مصر قررت تعمل سلسلة للأطفال. هدفهم كانوا إزاي يحببوا الطفل العربي في القراية. فقرر جيل من رواد زي محمد عطية الإبراشي وعادل الغضبان وعبد الله الكبير إنهم يعملوا سلسلة خفيفة من القصص العالمية المترجمة بأسلوب بسيط وبرسومات ممتعة وبريشة رسامين أجانب. بعدها اشترك في الرسومات فنانين مصريين كبار زي جمال قطب وهاني المصري وغيرهم، اللي أضافوا لمسة فنية مصرية مميزة. ومن هنا اتولدت المكتبة الخضراء. لكن بعد رحيلهم السلسلة بدأت تركز أكتر عن العالم اللي حوالينا، عن البيئة وأهمية الصداقة وعن الحق في التعبير وغيرهم. وابتدى يشارك فيها كتاب عرب كبار زي يعقوب الشاروني وأحمد نجيب وعبد التواب يوسف. الكتاب دول قدروا يخلوا القصص مش بس ممتعة لكن كمان مفيدة. المكتبة الخضراء كانت أكتر من مجرد قصص، كانت مفتاح لبوابات خيالنا وأثرت في أجيال كتير، وفضلت محافظة على مكانتها وعلمتنا نحب القراية ونحلم ونتعلم دروس الحياة من خلال القصص. قولوا لنا بقى في الكومنتات، إيه أول قصة قريتوها من المكتبة الخضراء؟